وانسكابات دموية، عظام القفص والضلوع بلا كسور، الرئتين منكمشتين ينتشر فوق سطحهما نقط نصفية، القلب بحالة عادية. هي دي البنت الأوكرانية؟ في حاجة عايزها يا دكتور أنور؟ أنا قلت حاجة بسأل. هي دي البنت الأوكرانية؟ هي. وماتت ازاي بقى؟ هتفيدك في ايه يعني ماتت ازاي؟ أكيد هبوط حد في الدورة الدموية. ما هي معذورة هي واللي زيها بيقوموا بمجهود فظيع. ممكن تسيبني بقى أشوف شغلي؟ انت يعني بتذاكري؟ ما هي جثة زي أي جثة. قفل. ممكن لما أشوف ايه اللي بيحصل بره. قفل. تحت أمرك يا دكتورة. بصيلي كده ليه يا كلب الست؟ ليه كده يا دكتور أنور؟ وأنا عملت حاجة؟ وبعدين تغلط فيها قدام الست الأوكرانية؟ يقولوا علينا إيه بره؟ بناكل في بعض؟ الو. ايوه محمد. حبسوه؟ يعني ايه حبسوه؟ طيب حصلني على الدفنه بسرعه. هل كنت على معرفه بالمجني عليه؟ ايوه يا فندم، كان بيجي للدكتور شريف يجي كم مرة. وهل المجني عليه زار عيادة الدكتور شريف في اليوم المذكور؟ ايوه جاله، يجي الساعة 10 كده. وامتى غادر العيادة؟ زي ما قلت لك قبل سابق يا بيه، كانت الساعة يجي 11:30. انت شفته بنفسك وهو بيغادر العيادة؟ شفته طبعا يا بيه، اصلاني سعادتك ما بقفلش اوضتي واصل قبل الساعة 1 بالليل. بتمضي ولا بتبصم يا كارم؟ بمضي يا سعادتك. أعتقد يا فادي بيه مفيش أي حاجة تستدعي بقاء موكلي في الحبس الاحتياطي، وأطلب إخلاء سبيل موكلي من سرايا النيابة. هتحتاج منا حاجة تانية يا سعادة الباشا؟ بناء على ما تقدم قررنا نحن فادي سرور وكيل النائب العام إخلاء سبيل المتهم شريف الشافعي من سرايا النيابة بكفالة 1000 جنيه. أستأذن أنا يا فادي بيه. يا دكتورة، ازيك عاملة ايه؟ أنا أفرجت دلوقتي عن الدكتور شريف الشافعي. لا ما تقلقيش، أنا هطلع أمر حالا بتفتيش عيادته وبيته كمان. أيوه. أنت عندك حاجة بكرة بالليل؟ طيب أوكي، اعملي حسابك عشان تيجي معايا. لا أنا تقريبا ما عنديش أي شك إن هو القاتل، بس مفيش أي دليل ضده. أوكي مع السلامة. احنا وصلنا لغاية فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سليمان يا سليمان، وحيد الله يا اختي، وحيد الله. انت متأكد؟ بقول لك النيابة أفرجت عنه بكفالة امبارح الصبح، والعيادة شغالة النهاردة. اتصلت بالتمرجي خدت منه ميعاد؟ قال لي تعالى في أي وقت، العيادة مهوية. طيب بص، انت هتطلع العيادة كأنك زبون جديد. هتدخل، لو لقيت العيادة رايقة هتنزل لي نطلع على طول. لو لقيتها زحمة هتدخل على التمرجي وتقول له أنا عايز أحجز متأخر علشان العيان بتاعي مش هيقدر يقعد كتير. فاهم؟ فاهم.
بس انا لغايه كده وهخلع، وانت بقى اطلع واعمل اللي انت عاوزه. مش هينفع، انت لازم تشغل التمرجي لحد انا ما ادخل اوضه المخفي ده واقتله. ايه بس يا سليمان؟ مفيش بس يا سليمان، انت مالك قلقان كده ليه؟ انا هشيل الليله دي كلها. الموضوع مش موضوع خوف. ورحمه ابويا ما تقلق، انا هشيل الليله كلها. اركب. تمام، ما فضلش غير 2. اول ما يخرجوا الدور هيبقى علينا. على فين يا حاج؟ انا معاك مع الدكتور. الدكتور شطب النهارده. احنا عندنا ميعاد. بقول لكم الدكتور شطب النهارده. حاضر يا ابني حاضر، نعدي على الوقت تاني. في ايه مالك؟ لا تمام. ما تخافش. هاخدها على السلم. قلت لك الموضوع مش هيعدي على خير. ممكن تخرس وتسيبنا نفكر. تفكر في ايه؟ احنا خلاص مستقبلنا راح، احنا في داهيه. اخرس واخرج ورا وتواصل بنفسك، محدش هنا يعرفنا ومفيش حاجه علينا. ولا كان ممكن نستنى هنا في اي دور لغايه ما يخلصوا. مش هينفع، يستحسن ان احنا نمشي لان محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. ايه يا دكتوره فاطمه في ايه؟ سليمان يا ابن القتيل. واحد من العدو هنا؟ اشرف بيه هاتهم لي بسرعه صوته. يعني هاتوا على دول تعالى بسرعه. طيب اتفضلي نبدا احنا المعاينه وبعدين هم يجوا. اسمع يا استاذ، احنا مش كنا خلصنا من فيلم البوليس ده؟ بقول لك ايه، انا مش هسكت. بقول لحضرتك دي سمعة عيادة ما ينفعش. يا دكتور ده مجرد اجراء روتيني. يعني ايه اجراء روتيني حضرتك؟ بقول لحضرتك على حاجة، انا الموال اللي انتوا بتدوروا عليه ده انا ملياش اي علاقة خالص نهائي. شوف لك حل. ممكن تهدى لو سمحت؟ انا مش هقدر اهدى ازاي وانتوا كل يوم قدامي الرجالية الرجالية مش فاهم. يا باشا في ايه؟ كملوا. لا مؤاخذة يا فندم، اصل الدكتور شريف بيعمل شوية تجديدات في العيادة بس، وما لحقناش نلم الحاجات دي. أي خدمة يا فندم. شكرا.
متاسفين يا دكتور على الازعاج. استاذ يا استاذ، اللي بيحصل ده تهريج. انتوا مش عارفين انتوا بتتكلموا مع مين، والمعلومات اللي بيحصل ده مسخره. انا سبق قلت لك قبل كده تتكلم كويس وتلزم حدودك، وبعدها لك تاني. احنا عارفين شغلنا كويس ومش جايين هنا عشان نتمسخر.